السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزة تعملي وصفة فراخ كده سهلة وبسيطة وكل المكونات كلها في حلة واحدة. تعالى نعمل مع بعض الفراخ الخطيرة دي بطريقة مختلفة خالص عن اللي عملتها معاكم قبل كده. كلها في حلة واحدة، هنسوي الفراخ والرز كلها في حلة واحدة. تعالوا كده نقول بسم الله ونبتدي الوصفة مع بعض. حلة كده على النار، جبت فيها بقى حبة زيت وحبة معلقة كده صغيرة سمنة، واما قدحت شوية كده او سخنت شوية الزيت والسمنة جبت كده بصلاية كبيرة قطعتها مكعبات صغيرة، وحطيت بقى ورق لورا والليمون بتاعنا بقى اللي هو المجفف، ورق لورا وحبهان كده كم حبيت حبهان. وهقلب البصل كويس جدا جدا لحد لما يوصل اللون اصفر شوية. بكون كده بشرة بصلاية جزرايه كده واحده، اكون بشراها ومقطعه بقى فلفل الوان زي ما انت شايفه بقى احمر، وممكن لو عندك الاصفر وعندي اخضر. قطعته بقى قطع صغيره زي ما انت شايفه كده، وبعد كده بشوحهم كويس جدا وبتبلهم بقى توم باودر، بصل باودر، بابريكا. وطبعا لحوم او فراخ انا بحط قرفه، واحط كمان توابل كبسه. هقلب المكونات دي كلها الاول مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى لو عندي صلصه انا ممكن الاول اغطيها شويه، بحيث ان كل المكونات تشرب من بعضها. ولو عندك برتقانية كده بتبشري كده القشر بتاعها، بتدي طعم هايل للفراخ. عندي كده معلقة كبيرة من الصلصة، هحطها عليها كده كده. المكونات تجانست مع بعض كده وكله اتشرب من كله. وجبت طماطمايه كمان قطعتها مكعبات صغيرة. وبعد كده بقى هبتدي جايبة فرخة ومقطعوها كده على 4 قطع، وابتدي ان انا انزلها في الخلطة دي. هسيبها الاول تستوي كده في الخلطه، هرص كده الفراخ واحاول ان انا ادخل الخلطه كلها معاها كده مع الفراخ، واحطها وارصها كده كويس. وبعد كده بزودها ميه مغليه، لازم تزوديها ميه مغليه ما تبقاش الميه بارده. هتدي الاول غلوه كده وبعد كده انزل بالميه زي ما انتوا شايفين كده، واغطي عليها واسيبها لحد لما تستوي تماما بالشكل ده. اغطيها بالميه واسيبها تستوي لحد لما الفراخ تستوي تماما معايا. بعد كده الفراخ استوت معايا بالشكل ده، ببتدي ان انا اطلع الفراخ واحطها في صينيه وادخلها بقى تحت الشوايه بتاعتي. مش هعوز ان انا مثلا ولا احتاج ان انا احط فوقها اي صوصات ولا حاجه عشان تديني اللون الذهبي اللي شفته في اول الفيديو. هدخلها في الشوايه تتحمر، وبعد كده اكون غاسله بقى الرز بتاعي، رز بسمتي او رز بصري. وفي نفس الميه بقى بتاعتي او الشوربه اللي عملتها الفراخ والصوصات بتاعتنا هحط فيها الرز بقى. وطبعا حطيت الملح يخش في السوا واقدمه مع الفراخ، وهتطلع معاكي رهيبه بالشكل ده. الفراخ طعمها جميل، والرز شارب كده من الشوربه بتاعت الفراخ والصوصات بتاعت الفرخه. بجد يعني طعمها رهيب. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ما توحشون الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.